هنعمل مع بعض احلى ماربل كيك في البيت. طريقتها سهله جدا. هنعملها كده في الخلاط وبمكونات موجوده عندنا في البيت. وكمان هقول لكم بقى ايه السر ان الكيكه تطلع معاكم عاليه وهشه وطريه، وكمان تقعد طازه لاكتر وقت ممكن. طعمها تحفه يا جماعه وبتدوب كده في البق. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هجهز القالب بتاعي، بدهنه بشويه كده من الزيت، وبعد كده بديله رشه من الدقيق، وحرك القالب كده لحد ما الدقيق يبطن القالب كله علشان الكيكه ما تلزقش في القالب وتتقلب معايا بكل سهوله. هنجيب الخلاط وننزل فيه بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، نص كوباية من الزيت، وكوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة يعني بكون مطلعة اللبن والبيض من قبل ما أبدأ بساعة. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما اللون يبقى فاتح بالشكل ده. هنزل بيهم في بولة كبيرة، وفي بولة تانية بكون محضرة كوبايتين من الدقيق عليهم رشة من الملح. وهنزل بقى بكيس كيك شيف بتاع دريم. عايزه اقول لكم مش بقدر استغنى عنه في اي كيكه لانه بيظبطها معايا في كل مره. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنزل بيهم على الخليط السائل اللي انا كنت مجهزاه في الخلاط. وهبتدي بقى ان انا اقلب بالراحه قوي. بعد اضافه الدقيق مش بنقلب كتير علشان الكيكه تطلع معاكم طريه وحلوه، وهو ده القوام المظبوط للكيك. هبتدي بقى ان انا اقسمها لنصين متساويين. نص هسيبه بالفانيليا عادي، والنص التاني هضيف له 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، بس الاول بدوبه في 5 معالق كبار من اللبن لحد ما يبقى عامل زي صوص الشوكولاته كده. ده طبعا بيسهل عليا تقليبه. ضفته على نص مقدار الكيك وقلبته كويس جدا لحد ما وصلت للقوام ده. بحب احط مقدار الكيك في اكياس حلواني واوزعها في القالب بكل سهوله، بس طبعا تقدروا تحطوها في اكياس عاديه او حتى توزعوها بالمعلقه زي ما تحبوا. بتحط الاول طبقه من الفانيليا وطبقه من الشوكولاته، وبعد كده طبقه من الفانيليا وطبقه من الشوكولاته لحد ما تخلصوا المقدار كله. وبخله بقى او العيدان بتاعت الشيش طاووق هتعملوا خطوط كده بالطول للكيكه علشان تديكم الشكل الرخامي الحلو قوي. تخبطوا القالب كده وتطلعوا منه اي هوا زياده. بدخلها على الرف الوسط، وبكون مسخنه الفرن من قبل ما تدخل على درجه حراره 180. بتاخد من 30 ل 45 دقيقه. بسيبها تبرد خالص وبعد كده بقلبها بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. هجهز 150 جرام من الشوكولاته عليها معلقه كبيره من الزيت، واسيحها في الميكروويف او على حمام مائي، وانزل بقى بالشوكولاته على الكيك كده. هوزعها كويس جدا، وكمان هوزعها على جوانب الكيك واسيبها تجمد عليها شويه. وبعد كده ابتدي بقى اقطع الكيك بالحجم اللي انا عايزاه. وبس كده وبكل سهوله بقى جاهز عندكم احلى ماربل كيك ممكن تعملوها. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ وطبعا شكلها مظبوط قوي. عليت كويس جدا معايا وطلعت معايا هشه ونفشه كده وطريه قوي في ايدي. وكمان المسام بتاعتها ضيقه يعني ما فيهاش فراغات. والسر كله ان انا استخدمت كيك شيف بتاع دريم، بجد بيظبط معايا الكيكه قوي. وكمان بقى بستخدمه لما بكون عايزه الكيكه تفضل طازه معايا لاطول وقت ممكن. يلا بقى قوموا اعملوها دلوقتي. امشوا على المقادير والخطوات بالظبط، هتطلع معاكم حلوه قوي وهتدعولي عليها. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.